انت تعرفي ان جسمك عنده ذاكرة بتفتكر كل جرح حصلك وبيحكيه حتى من غير ما تطلبي. الصدمة مش بس في الدماغ، هي في الكيمياء وفي الهرمونات اللي اتغيرت من يوم ما اتأذيتي. هرمون زي الكورتيزول او الادرينالين ممكن يفضل عالي في جسمك لسنين من غير ما تحسي. النهارده هنفتح مع بعض الصندوق الكيميائي ده وهنتكلم عن الهرمونات اللي بتتحكم في مزاجك، ردود افعالك وعلاقاتك، وهتفهمي ليه جسمك بيعمل كل اللي بيعمله معاكي ده. في اخر الحلقة هقولك كلمتين بس وجملتين، ايه العلامة اللي لو حسيتي بيها يبقى جسمك لسه شايل اثر صدمة قديمة، وايه اللي ينفع تعمليه. فقبل ما نبدأ انا عايزة اقول على حاجة مهمة جدا. الحلقة النهاردة والحلقات اللي فاتت وكمان الحلقات اللي جاية دي جزء بسيط جدا من محور في البرنامج المدفوع المتكامل بتاعنا اللي اسمه ازاي تكون اخصائي نفسي. ده برنامج شامل بنبنيه سوا خطوة بخطوة، ومن أول الأسس بتاعة علم النفس الإكلينيكي لحد المدارس العلاجية. والبرنامج مش بس نظري، لأ هو عملي وعلمي وإنساني بطريقة تخليكي قادرة تساعدي نفسك وتساعدي غيرك. المحور اللي احنا فيه ده بيتكلم عن الجسم والدماغ والصدمة وازاي نتعافى بعد ما حصل لنا صدمة، لأن مستحيل نفهم الصدمة من غير ما نفهم ايه اللي بيحصل جوه الجسم على المستوى الكيميائي والعصبي. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنحس بيها ولكن مش دايما بنفهمها، ألا وهي الهرمونات. قوليلي بقى امتى آخر مرة حسيتي إن جسمك حرفيا مولع من جوه؟ قلبك بيدق بسرعة رهيبة جدا كأنك بتجري في ماراثون حتى وانتي قاعدة في مكانك، نفسك مقطوع، بتحاولي تاخدي نفس عميق لكن كأن الهواء مش داخل لحد الآخر، صدرك كله ضيق، كتافك مشدودة ومتحجرة كأن حد شادد فيها بحبل، بطنك حاسة بوجع شديد جدا أو غثيان، ايديكي باردة أو بترتعش شوية وانتي قاعدة قلتي لنفسك أنا إيه اللي جرالي؟ أنا قاعدة في البيت، مفيش حد بيهددني، مفيش خطر مفيش أي رياكشن، أنا قاعدة، ليه جسمي كده؟ ولما تحاولي تقولي لحد قريب منك يفضل يقولوا لك بقى ايه انتي متوترة زيادة وخدي نفس وهتبقي كويسة وما تفكريش كتير. يا جماعة ما هو لو الموضوع سهل كده ما كنت عملت كنت هاجي اشتكيلكوا ليه بالعقل كده؟ انا فعلا مش قادرة. ولكن عشان انت حبيبة قلبي خليني اطمنك، انتي مش بتتوهمي، مش بتبالغي، مش حساسة زيادة عن اللزوم. اللي بيحصل ده حقيقي 100%. جسمك على مستوى الكيميائي البحت بيشتغل بطريقة معينة، وفي هرمونات فعلية بتتفرز في دمك توصل لكل خلية في جسمك وبتخلي الأعراض دي تحصل لك. يعني مش انتي اللي عاملة في نفسك كده، مش انتي اللي عاملة نفسك خايفة، مش انتي اللي مركزة بس على الأعراض، لا، الهرمونات هي اوريدي موجودة فعلا، شغالة مسيطرة على كل جسمك. فالنهاردة ببساطة نتكلم عن هرمونين أساسيين اللي هما الأدرينالين والكورتيزول، وهنفهم ليه الهرمونات دي بتطلع وإيه اللي بيحصل في جسمك بالظبط، وليه حتى بعد ما الخطر يخلص جسمك بيفضل في حالة طوارئ. والأهم عندنا تمارين كتير قوي النهاردة وهنعرف إزاي نهدي النظام ده، فخليكي معايا للآخر. خليني أحكي لك موقف بسيط. انتي تخيلي كده معايا انك ماشية في الشارع، ريلاكس، مفيش اي حاجة خالص، عادي بتفكري في امورك العادية. انتي فجأة سمعت صوت عربية عمالة تزمر ورا ظهرك، صوت عالي مفاجئ. يا ترى ايه اللي هيحصل في جسمك في الثانية دي؟ الناس الطبيعية عادي، نو رياكشن، هتقوم جاية يمين كده او شمال، مفيش اي مشكلة. ولكن الناس اللي حصل لها صدمة هتنتفض، قلبها هتلاقيه بيدق بسرعة رهيبة كأن هيحصل حادثة، ويعني ايه هتلف بسرعة رهيبة كده، عضلاتك هتلاقيها كلها بتشد، حواسك كلها في أقصى تركيز، عينيكي مبقبقة كده، ودانك، كل حاجة عندك شغالة بأقصى طاقة. كل ده حصل في أقل من ثانية من غير أصلا ما تفكري. دي حاجة اسمها استجابة الإجهاد أو الستريس ريسبونس. أنا ما بتعمدش إن أنا أقول كلمات إنجليش كتير، ولكن المتخصصين لازم يفهموا حاجات زي كده. طيب، الاسم الشهير ليها fight or flight، يعني حربي أو هروب، ولكن الباحثين دلوقتي قالوا إن هم أربعة، ولكن هم ضافوا حاجة تالتة وبعد كده حاجة رابعة. الحاجة التالتة هي freeze. طبعا كل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل في حلقات منفصلة. طيب، يعني جسمك لما يحس بخطر عنده ثلاث اختيارات ممكن يعملهم بشكل تلقائي. فايت ان هو يستعد انه يواجه عشان يدافع عن نفسه وللهجوم لو لازم الامر. الفلايت علشان يستعد للجري او للانسحاب باقصى سرعه ممكنه. الفريز
لما حالة الفايت والفلايت أو المواجهة أو الهروب مستحيلين مش عارف يعملهم دلوقتي، فالجسم يتجمد زي الحيوان اللي بيعمل نفسه ميت كده علشان الأسد ما ياكلوش. ده بيقلل الحركة والألم علشان هو بيحاول إن هو يختفي. الاختيار ده مش بيحصل في دماغك الواعية، يعني مش انت اللي بتقرري طب أعمل ايه دلوقتي، لا، هو جزء قديم في الدماغ اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هي الأميجدلا. طيب، مين المسؤول عن القرار ده؟ احنا قلنا الأميجدلا اللي هي جهاز الإنذار. فالأميجدلا لما تحس بخطر أو حتى بحاجة تشبه خطر قديم بتبعت إشارة فورية للهايبوثالاموس، وبعد كده اللي هو مسؤول عن تنظيم الهرمونات في جسمك. لما يستقبل الإشارة من الأميجدلا يفضل يقولك طارق طارق طارق، شغلوا كل الأنظمة دلوقتي. هنا بقى يبدأ سباق الهرمونات، وأول واحد يطلع على الخط بسرعة الصاروخ هو الأدرينالين. طيب، في ناس بتقول عليه ابنفرين، تمام. طيب، بيتفرز منين الادرينالين ده بقى؟ في جسمك فوق الكليتين بالظبط في حاجه اسمها الغدد الكظريه. الغدد الصغيره دي لما بيوصل لها الاوردر من الهايبوثالاموس في اقل من ثانيه واحده تفرز دفعه من الادرينالين مباشره في الدم، ويتحرك بسرعه رهيبه في ثواني يوصل لكل خليه في جسمك. طب بيعمل ايه بقى بالظبط؟ بيعمل حاجات كتير قوي، من ضمنها ان هو يخلي قلبك يدق بسرعه جدا، يعني بيزود ضربات القلب لدرجة إن هي ممكن توصل ل 120 140 160 ضربة في الدقيقة وأنت قاعدة، اللي هو في ثانية إلا ثانية، علشان يضخ دم أكتر فيوصل أكسجين أكتر للعضلات فتبقي جاهزة للحركة السريعة. كمان بيوسع حدقة العين علشان يدخل نور أكتر فتشوفي أوضح وأسرع حتى لو الإضاءة ضعيفة وقتها. انت عايزة تشوفي بأقصى حاجة ممكن علشان تعرفي تجري. طيب، كمان التنفس عندك بيبقى أسرع لأن الرئتين بتاخد أكسجين كتير وبتاخده بسرعة علشان توفر طاقة فورية. بيخلي الدم إن هو يتحول للعضلات، يعني الدم اللي كان رايح للمعدة والأمعاء اللي هي الجهاز الهضمي بيتحول على طول للعضلات الكبيرة اللي هي الرجلين والدراعين. هو جسمك هيقول مش وقت حركة دلوقتي، ده وقت حركة، يلا نجري. طيب، عشان كده هتلاقي نفسك بتحسي بفقدان شهية أحيانا، غثيان، وجع في البطن. هو جسمك مش مهتم بالأكل في اللحظة دي، هو مهتم بالنجاة. احنا قلنا الأولوية الأولى والأخيرة هي النجاة في وقتها. كمان هتلاقي كل عضلات جسمك بتتوتر، بتشد كده على إن بتستعد للحركة السريعة سواء جري أو دفاع. طيب، كمان دماغك بتبقى في أقصى حالات التركيز، تلاقي حواسك الخمسة كلها شغالة بأعلى كفاءة. كل ده، كل الحاجات دي تحصل في ثواني معدودة، انت اللي هو لمحة بصر كده، انت ملحقتيش حتى تفكري. فتخيلي معايا انك فعلا في موقف خطير، مثلا عربية جاية عليكي بأقصى سرعة، شخص بيهاجمك، بيسرقك، حريقة في مبنى. الأدرينالين ده هو اللي بينقذ حياتك وقتها حرفيا، هو اللي بيديكي شبه قوة خارقة كده زي القصص اللي احنا بنسمع عنها، اللي هي الأمهات بتبقى عندها قوة خارقة علشان تنقذ أولادها، هو ده الأدرينالين. ولكن المشكلة الكبيرة بقى بتحصل لما الأدرينالين ده يفضل يطلع من غير ما يكون في خطر حقيقي، يعني لما دماغي بالذات الأميجدلا تفتكر إن في خطر حتى لو هو أصلا مفيش، يعني موقف عادي جدا، وتفضل تقول خطر خطر خطر، الجسم يطلع أدرينالين بسرعة وانتي بتحس بكل الأعراض دي. ودي بنسميها حالة الصدمة المزمنة في الPTSD. طيب، جسمك عايش في حالة استعداد وتأهب دايم حتى لما الحرب تكون خلصت. طيب، الأدرينالين ده كان الموجة الأولى السريعة، يعني دفعة قوية وفورية. في هرمون تاني بقى أبطأ شوية ولكن تأثيره أعمق وأطول، اسمه الكورتيزول، أو هرمون التوتر أو ستريس هرمون أيا كان. ده برضو بيتفرز من نفس المكان اللي هي الغدد الكظرية، ولكن بطريقة مختلفة شوية، يعني هو بيفضل في الدم فترة أطول من الأدرينالين. في الحياة الطبيعية الكورتيزول بيكون صديق، يعني في الوضع العادي هو هرمون مهم جدا لحياتك، هو اللي بيساعدك انك تصحي الصبح وخاصة بعد الفجر، طبعا مستوياته بتعلى طبيعي جدا، بينظم سكر الدم، بيوفر لك طاقة لما تحتاجيها، بينظم الالتهابات في الجسم، كمان بيساعد في الذاكرة والتعلم. يعني الكورتيزول هو باختصار مش عدو، هو امتى يكون صديقك؟ لما يكون متوازن. طيب، في الصدمة الحادة بقى الكورتيزول
يعني شبه بيعطل كده. لما تعدي بموقف صادم أو مخيف الكورتيزول بيعلى فجأة، وبيعلى بسرعة جدا، وده كويس. ليه؟ لأنه بيزود الطاقة المتاحة معاكي، يعني بيطلع سكر محفوظ من الكبد، بيخليكي مركزة ويقظة، بيوقف الوظائف الغير ضرورية زي الهضم أو حتى أجزاء من المناعة. بعد ما الأزمة تخلص المفروض إن مستوى الكورتيزول يرجع طبيعي والنظام يهدى، ولكن في الصدمة المزمنة أو الPTSD بيحصل خلل. الصورة وقتها بتبقى معقدة، وعلى قد ما هي معقدة بتبقى مثيرة للاهتمام في نفس الوقت. بعض الدراسات لقت إن في حالات الPTSD مستوى الكورتيزول بيبقى واطي بشكل غريب. في دراسات تانية قالت لك لأ، ده بيكون عالي أو مضطرب، يعني مش منتظمة على مدار اليوم. طب ليه الاختلاف؟ لأن الاختلاف بيكون على حسب نوع الصدمة، سواء هي حادة ولا مزمنة، وعلى حسب كمان توقيتها، هي مثلا في الطفولة ولا في الكبر، على حسب مدتها، على حسب طريقة استجابة كل شخص. وكل ده بيأثر على نظام الكورتيزول. ولكن كل الباحثين والدراسات اتفقوا ان في خلل في النظام بيحصل، في النظام اللي بينظم الكورتيزول. طيب النظام ده اسمه ايه؟ اسمه محور ال HPA. طيب هنتكلم عنه بعد شوية. طب ايه ده؟ ايه بقى تأثير الكورتيزول المزمن او المضطرب؟ لما الكورتيزول يفضل لفترات طويلة عالي، او لما النظام يتلخبط، بيحصل مشاكل كتير قوي، منها تدمير خلايا الهايبوكامبس. الهايبوكامبس ده اللي احنا قلنا ان هو خاص بالذاكرة. طيب الكورتيزول العالي لفترات طويلة حقيقي ممكن يأذي أو يقتل خلايا في الهايبوكامبس اللي هو أمين المكتبة اللي بينظم الذكريات. فالنتيجة هتلاقي مشاكل في الذاكرة، تلاقي عندك نسيان مستمر، تلاقي صعوبة في تنظيم الذكريات، حتى الذكريات بترجع متقطعة أو مشوشة. هتلاقي عندك إضعاف جهاز المناعة. الكورتيزول بيثبط أجزاء من جهاز المناعة، فالنتيجة إنك بتتعبي أكتر وأسرع، بتاخدي عدوى بسهولة جدا، بالذات دور البرد اللي منتشر الجميل ده. الجروح بتاخد وقت أطول عشان تلتئم، وتعب مزمن مش مفهوم سببه جاي منين ورايح فين. 3. زيادة الالتهابات في الجسم. الكورتيزول المضطرب بيزود الالتهابات في الجسم. النتيجة هتلاقيها عندك ألم مزمن في المفاصل والعضلات، صداع مستمر، مشاكل جلدية، تعب وإرهاق دائم. هتلاقي عندك كمان اضطرابات في النوم. الكورتيزول اللي المفروض يكون عالي الصبح ومنخفض بالليل، لما النظام يتلخبط هتلاقي الدنيا جت عكس. فتلاقي عندك أرق، مش عارفة تنامي، صحيان متكرر بالليل، ما بتعرفيش ترجعي تنامي تاني، او صعب انك ترجعي تدخلي في النوم تاني. هتلاقي عندك مشاكل في الهضم، بيأثر الكورتيزول بشكل كبير جدا على الجهاز الهضمي. فهتلاقي انك عندك قولون عصبي او الIBS، عندك حموضة او ارتجاع مريء، فقدان شهية، او العكس هتلاقيه نفسك بتاكلي اكل عاطفي، وزيادة في الوزن خاصة منطقة البطن. لو انت بتتفرجي على فيديوهات التيك توك هيقولوا لك ايه، ايه بيقولوا ايه، ازاي تعرفي بطنك دي كورتيزول وهرمونات ولا مشاكل ولا مشاكل تانية. فالكورتيزول العالي بيخلي الجسم يخزن دهون خاصة في منطقة البطن. هتلاقي عندك تقلبات مزاجية وممكن تدخلي في حالة اكتئاب. ليه؟ لأن الكورتيزول بيأثر على السيروتونين أو والدوبامين اللي هم هرمونات السعادة. فتلاقي مزاجك مقريف طول الوقت، ممكن تدخلي في اكتئاب، فتلاقي عندك قلق مستمر. يعني الكورتيزول لما يفضل عالي او مضطرب شبه السم البطيء اللي انت بتاخديه، اللي بيأثر على كل حاجة في جسمك، وبالتالي هيقريف لك حياتك. فتخيلي معايا كده، الكورتيزول ده زي جرس انذار الحريق. في الاول لما كان في حريق فعلا الجرس بيرن وانقذك، الدنيا تمام. ولكن لو الجرس ده بقى فضل يرن طول الوقت هيجيب لي صداع طبعا، حتى لو ما كانش فيه حريق. انت هتعبي من الصوت، مش هتقدري تنامي، مش هتعرفي تركزي، حرفيا كل حياتك هتتعطل. ده بالظبط اللي بيحصل مع الكورتيزول المزمن. كنا اتكلمنا من شوية عن محور ال HPA. تمام. عايزين نفهم بقى الكورتيزول ده مين اللي بيتحكم فيه، مين اللي بيقولك طلع الكورتيزول وقف الكورتيزول. اسمه ال HPA، ده نظام متكامل في جسمك. هنختصره. الاتش اختصارا للهايبوكامبس، الهايبوثالاموس سوري.
والبي اختصار للغدة النخامية، والاي اختصار للغدة الكظرية. نفهم بقى، علشان أنا باحب التخيُّل عشان تفهموا الموضوع أكتر. فتخيّلي النظام ده بقى زي سلسلة تليفونات، كل شوية ألو الهيبوثالاموس معايا؟ أيوه، كل واحد بقى إيه بيتصل باللي بعده. فقدامنا 3 خطوات. الخطوة الأولى بتبدأ من في الدماغ من الهيبوثالاموس. لمّا الأميجدالة تحس بخطر بتبعت إشارة للهيبوثالاموس، فالهيبوثالاموس يفرز هرمون اسمه الCRH. طيب الخطوة التانية تروح للغدة النخامية. الغدة النخامية برضه في الدماغ تحت الهيبوثالاموس شوية. فالغدة النخامية تستقبل الهرمون اللي هو الCRH، تفرز هرمون تاني اسمه الACTH. طيب يسكت؟ لأ ما يسكت. الACTH ده ينزل في الدم ويفضل يسافر كده وياخد مواصلات لحد ما يوصل للغدة الكظرية. الغدة الكظرية تستقبل الACTH وتفرز الكورتيزول. تمام، والغدة الكظرية هي فوق الكليتين مش في الدماغ. فالكورتيزول ينتشر في الدم ويوصل لكل خلايا الجسم. في الوضع الطبيعي لما الكورتيزول يعلى يوصل لمستوى كافي يبعت رسالة رجوع للهايبوثالاموس والغدة النخامية، يقول لهم تمام احنا وصلنا للكورتيزول كفاية، وقفوا الإنتاج شوية. النظام يهدى والكورتيزول يرجع لمستواه الطبيعي عادي جدا. دي حاجة اسمها تغذية راجعة سلبية أو النيجاتيف فيدباك، بمعنى ان هي بتوقف العملية. خلاص احنا خلصنا والدنيا تمام وعدينا بالخطر والدنيا تمام وهدينا اهو. في الصدمة المزمنة بقى النظام جاي ايرور، الرسائل بتبقى مشوشة، الحساسية للكورتيزول بتتغير، يا إما النظام يفضل شغال طول الوقت يا إما يبقى ضعيف قوي 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 يا إما يشتغل بطريقة عشوائية. فجسمك يفضل حاسس إنه في حالة طوارئ دايمة حتى لو أنت في أمان. احنا هنشبه محور ال HPA ده زي ثرموستات التكييف. في الوضع الطبيعي لما الحرارة تعلى التكييف بيشتغل، لما الحرارة تنزل التكييف بيقف. في الصدمة الثرموستات دي بتتعطل، يعني التكييف يا إما يفضل شغال على آخره طول الوقت يا إما يقف يا إما يقفل بشكل عشوائي. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمك. طيب هل في هرمونات تانية حبيبة مهم إن احنا نعرفها النهاردة؟ أقولك يعني مش بس الأدرينالين والكورتيزول، لا هو في هرمونات ونواقل عصبية تانية بتتأثر. زي إيه؟ زي الإكسيتوسين، هرمون الحب والترابط. الإكسيتوسين ده هرمون حلو قوي قوي، بيتفرز في لحظات جميلة زي لحظات الحب، اللمس الآمن، الحضن، الثقة في الولادة والرضاعة. طب وظيفة الإكسيتوسين ده إيه يا حبيبة؟ إن هو يخليكي تحسي بأمان مع الناس، يبني ترابط عاطفي ما بينك وما بينهم، يقلل القلق والخوف، يساعدك إنك تطلبي مساعدة في الصدمة، خصوصا لو الصدمة جت من شخص مقرب منك. نظام الإكسيتوسين ده بيتكسر أو يتأثر، فالنتيجة إنك هتلاقي عندك صعوبة إنك تثقي في الناس، هتلاقي صعوبة في إنك تحسي بالأمان حتى مع ناس بتحبك، صعوبة في إنك تطلبي مساعدة، هتلاقي عندك شعور بالوحدة حتى وانت في وسط الناس. طيب هرمون التاني هو السيروتونين أو السيروتونين أيا كنتوا بتنطقوه ازاي، بس هو اسمه السيروتونين. ده ناقل عصبي للسعادة. السيروتونين مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن مزاج، مسؤول عن النوم، مسؤول عن الشهية، الإحساس بالرضا، الإحساس بالسعادة. طيب نقص السيروتونين ده مرتبط بشكل مباشر بالقلق والاكتئاب، والصدمة المزمنة بتأثر على النظام بتاع السيروتونين ده، وده بيكون جزء من سبب في اضطرابات النوم، انخفاض المزاج المستمر، فقدان الشهية أو الأكل العاطفي، حتى الإحساس بالفراغ واليأس. لحد هنا أتمنى تكونوا فاهمين. احنا كده فهمنا الهرمونات، فهمنا الإكسيتوسين والسيروتونين والأدرينالين والكورتيزول، وفهمنا النظام بتاع محور ال HPA. نفهم ايه؟ طيب حلو يا حبيبة، حلو يا حبيبي، نعمل ايه بقى؟ ندخل على جزء التمارين. عندنا تمارين كويسة 3 4 تمرينات أو 5 تمرينات فاكرة والله. التمارين هتكون متعمقة شوية لأنك انت تستاهلي، انت تستاهلي تدخلي في مرحلة أمان، تدخلي في مرحلة إعادة ضبط للجهاز العصبي. يعني تستحقي إنك تدي وقت لنفسك علشان تتعافي من الصدمات. فأول تمرين معانا هو إعادة ضبط الجهاز العصبي. ده بروتوكول هنعمله لمدة 20 دقيقة في اليوم. هدف التمرين ده إن احنا نخفض مستويات الأدرينالين والكورتيزول بشكل عميق من خلال
احنا نفعل الجهاز العصبي الباراسمبثاوي اللي هي نظام الراحة. فيفضل انك كل يوم وانت بتعملي البروتوكولات دي او التمارين دي هتدي من وقتك ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، تقعدي في مكان هادي. يفضل إضاءة بس إضاءة خفيفة اللي هي اللايت الخفيف ده. عايزة تقعدي في صمت تمام، عايزة تشغلي موسيقى باك جراوند بس تكون مريحة وهادية، ماشي. بطانية مخدة مريحة في السقعة اللي احنا فيها دي، ما عنديش مشكلة. هنعمل حاجة اسمها التقريض. احنا اتعودنا ان احنا التقريض ده هتحاولي تنامي على ظهرك وتخلي رجليكي مفتوحة شوية وهتحطي دراعاتك الاتنين على جنبك في مستوى مستقيم كده، تمام. عينيكي مقفولة تمام، عايزة تفتحيها برضو تمام، يعني شوفي الأريح لك. وهناخد 3 أنفاس عميقة. يلا يلا. حاولي وانت بتاخدي الشهيق تتأكدي ان بطنك بترتفع مع الشهيق وبتخف مع الزفير. يلا شهيق. آخر مرة. لو دختي شوية مفيش مشكلة، أو علشان جسمك بس مش متعود ياخد كمية الأكسجين دي، تمام. الخطوة التانية هنعمل مسح جسد أو البادي سكان. ف هنبدأ برجليكي. هتسألي نفسك أنا حاسة برجلي اليمين، حاسة بالركبة، حاسة بالفخذ أو الأرداف. لو لقيتي أي منطقة متوترة طبطبي عليها كده وقولي لها ارتاحي شوية، احنا في أمان. وهتستمري مسح جسمك كله لحد ما توصلي لراسك. وعايزين نتواصل مع الأرض، يعني تخيلي إن جسمك تقيل جدا وكأنه كان بيغوص في الأرض. فعايزاكي تقولي معايا أنا مسنودة والأرض شايلاني، مش محتاجة إن أنا أشيل نفسي. بعد ما نعمل التقريض ومسح الجسد والتواصل مع الأرض ننتقل للمرحلة التانية، هي تنظيم التنفس لخفض مستوى الكورتيزول. التمرين اللي هنعمله اسمه التنفس المتموج، تمام. ده نوع تنفس مثبت علميا ان هو بيقلل الكورتيزول والادرينالين. فهنعمل ايقاع ازاي؟ مش هنحبس النفس، هناخد شهيق في 5 عدات وزفير برضو في 5 عدات، بس بالعكس. يعني ايه؟ تعالي معايا يلا. 1 2 3 4 5. هتحاولي تاخدي الشهيق على قد ما تقدري بس عشان عندي مشاكل في التنفس الفترة دي. وزفير 5 4 3 2 1. كمان مرة هنعملها 5 دقايق. 1 2 3 4 5. 5 4 3 2 1. تمام. واحدة واحدة. وزي ما قلنا لو حسيتي بدوخة ده طبيعي. عايزاكي تركزي على البطن لما تطلع مع الشهيق لأن احنا بنعمل تنفس بطني، والبطن بتنزل تاني مع الزفير. المرحلة الثالثة هنعمل تحرير للتوتر المحبوس في العضلات، فإحنا هنعمل حاجة شبه الاسترخاء العضلي، لأن الأدرينالين بيخلي العضلات متوترة بشكل مزمن، فالتمرين ده بيحررها. هندخل على الرجلين. هتشدي عضلات رجلك كأنك بتدوسي على الفرامل بقوة لمدة 7 ثواني. تشد رجليكي جامد كده لبره. 1 2 3 4 5 6 7. هتسيبي رجليكي فجأة، خليهم يرتاحوا تماما
لمدة 20 ثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لاحظي الفرق ما بين الشد والراحة اللي انت بتحسي بيهم. تمام. احنا كده اخدنا اول جزء في العضلات الرجلين. هتعملي نفس الموضوع في البطن، في المؤخرة، في الصدر، الكتفين، الدراعات، الايد، الوش والفك. كل عضلة في جسمك هتمرنيها، وفي كل مرة انت بتعملي شد وإفلات قولي لنفسك أنا بحرر التوتر وجسمي بيسترخي. تمام. يبقى هناخد العضلات كلها بس علشان وقت الفيديو. هنشد العضلة 7 ثواني ونفلتها في 20 ثانية. المرحلة الرابعة هنبعت رسالة أمان للجهاز العصبي. فدلوقتي وانت لسه متمدية على الأرض أو على الكنبة على السرير على whatever انت عاملة جسمك فين، خلاص جسمك استرخى، تنفس هادي. هتقولي لنفسك بصوت عالي أو جواكي مفيش مشكلة: جسمي، أنا عارفة إنك فضلت فترة طويلة في حالة استعداد دايم، كنت بتحاول إنك تحميني. شكرا ليك على ده. شكرا للأدرينالين اللي خلاني أقدر أتحرك، وشكرا للكورتيزول اللي وفر لي الطاقة. ولكن دلوقتي أنا عايزاك تسمع الرسالة دي معايا. الخطر عدى وأنا دلوقتي في أمان. مش محتاجة قلبي يدق بسرعة دلوقتي، مش محتاجة كورتيزول عالي دلوقتي، مش محتاجة أكون في حالة استعداد دايم دلوقتي. ممكن نرتاح شوية، ممكن القلب يهدى، التنفس يبقى عميق، وممكن العضلات ترتاح. أنا آمنة، أنا مسنودة، أنا في سلام. شكرا يا جسمي. وممكن دلوقتي نرتاح وناخد 3 أنفاس بعد الرسالة. الخطوة الأخيرة في التمرين الأول، هنبدأ تحركي صوابعك، صوابع رجليكي. حركي ايديكي ورجليكي شوية شوية، وافتحي عينك ببطء، وحاولي انك تشربي مية. ده كان التمرين الأول. عايزاكي تعملي التمرين ده لمدة 20 دقيقة يوميا، ويفضل يكون في نفس الوقت كل يوم، يا إما الصبح بدري أول ما تصحي أو قبل ما تنامي على طول. التمرين التاني معانا هنعمل خريطة الأدرينالين علشان نفهم المحفزات. هنعملها نص ساعة يوميا، وبعد كده هنعملها متابعة أسبوعية. التمرين ده إن احنا نحدد بالظبط ايه اللي بيخلي الأدرينالين عندك يطلع وايه هي أنماط استجابتك. هنعمل الجزء الأولاني إن احنا نوثق بشكل يومي، يعني 10 دقايق في اليوم لمدة أسبوع. هنعمل جدول في اليوم أو الوقت، وبعد كده الموقف والأعراض الجسدية والأفكار اللي جاتلك في اللحظة دي والمدة وإيه اللي ساعدك. يعني هنعمل جدول من 6 أعمدة. تمام. يبقى العمود الأولاني الموقف، هتسألي نفسك إيه اللي حصل بالظبط، وكنتي فين ومع مين، وإيه اللي يعني إيه اللي سبق الموقف ده. تمام. ده العمود الأول اليوم الوقت. العمود الثاني الموقف. العمود الثالث هو الأعراض الجسدية، إن إحنا هنقيم كل عرض أنت حاسة بيه من 1 ل10. يعني مثلا
جاتلك صعوبة في التنفس مثلا 6/10. عندك تنفس سريع أو صعب أو ضربات قلب سريعة 8/10. رعشة بقى، عرق، دوخة، توتر في العضلات، غثيان، أيا كان العرض اللي انت حاسة بيه هتقيميه في العمود الثالث من 1 ل10. العمود الرابع هي الأفكار اللي جاتلك في اللحظة دي. ايه اللي بالظبط دماغك كانت بتقولهولك؟ هل كانت بتقولك أنا في خطر، مش هقدر أتحمل الموقف ده، هيحصل حاجة وحشة، هموت، محدش هيساعدني، وهكذا. كل الأفكار اكتبيها. خامس عمود هي المدة، يعني الأعراض اللي انت حسيتي بيها دي فضلت قد ايه؟ هل فضلت معاكي دقايق؟ هل فضلت معاكي ساعات؟ شوفي المدة. واخر عمود ايه اللي ساعد كده، يعني ساعد، يعني ايه اللي ساعدك انك تتغلبي على الاعراض دي؟ هل عملتي تنفس، اتكلمتي مع حد، عملتي جراودنج، ولا محدش، ولا مفيش اي حاجة ساعدتك، ولا اتحركتي، ولا عملتي ايه؟ تمام. يبقى ده لمدة 10 دقايق يوميا علشان نعرف بس نحدد ايه اكتر الاعراض. في الجزء التاني احنا خلاص لمدة اسبوع، اخر الاسبوع بقى هنقعد قعدة هادية كده لمدة 20 دقيقة. بعد اسبوع بتاع التوثيق اللي احنا عملناه هنقعد ونحلل بقى ايه المحفزات الاكتر تكرار. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كتبت في قائمة المحفزات اللي اتكررت، بيجي لي الحاجات دي من الاصوات العالية، مثلا حصل لي اصوات عالية 4 مرات، دخلت في مكان زحمة 3 مرات، حصل لي مواقف مفاجأة 5 مرات، او نبرة صوت حد معين مرتين مثلا. انا بعد ما عملت ده ايه الاعراض الاقوى عندي؟ يعني من كل الاعراض اللي جات لي اللي هي الرعشه بقى والغثيان والقلب السريع ومش عارف ايه، ايه الاعراض اللي كانت دايما متكرره في كل المواقف وبشده؟ مثلا قلب سريع كانت دايما بتجيلي في كل المواقف 8/10. تمام. الرعشه مثلا جات لي 5 ل7 مرات. الغثيان ما جاليش خالص. بعد كده هندخل نسأل ايه الافكار المتكررة، يعني في كل المواقف دي هل في افكار معينة بتتكرر في كل موقف، زي مثلا انا مش هقدر اتحمل، انا في خطر، وهكذا. وهتقولي مثلا هي في كل مرة جاتلك نفس المسج، جاتلك نفس الفكرة يعني، ولا في معظم المرات. بعد كده ايه الأداة اللي انا استخدمتها وكانت فعالة معايا، زي التنفس العميق، الحركة، اتكلمت مع حد، الجراودنج، ايا كان اللي احنا هنعمله او اللي انت هتعمليه. مش هقدر اقول لكم على حاجة معينة لان ده بيختلف من شخص لاخر. يبقى اول جزء احنا وثقنا المحفزات، بعد كده حددنا الانماط. الجزء الثالث بقى ان احنا هنعمل خطة الاستجابة. يعني ايه؟ بناء على التحليل اللي انت عملتيه هتكتبي خطة شخصية، كل واحد بقى فيكو خطة شخصية معينة. انا بقى خطة الاستجابة السريعة للادرينالين، انا لما احس بيه هتكتبي اكتر الاعراض اللي عندك. هعمل مثلا 4 خطوات. اول خطوة هاخد انفاس عميقة، بعد كده هعمل جراودنج اللي هي حاجات اشوفها والمسها واسمعها واشمها. وبعد كده مثلا هتحرك من مكاني او هحرك جسمي او همشي. ولو الخطر لسه موجود مثلا ممكن اكلم حد قريب مني، حد من اهلي، من اصحابي، ايا كان. ماشي. واطبعي الخطة دي او احفظيها في الموبايل، علشان لما تيجي اللحظة دي تكوني جاهزة، انت عاملة خطة الانقاذ بتاعتك وعارفة انت تعملي خطوات 1 2 3، علشان لما تتعرضي لموقف مماثل انت اوريدي عارفة تاخدي خطوات، ما انتش مستنية. ده كان تاني تمرين. التمرين التالت بقى احنا عايزين نواجه الكورتيزول المزمن. لو انت عشت في فترات كورتيزول عالية فترات طويلة بقى مزمن، هنعمل برنامج لمدة 21 يوم. الهدف منه ان احنا نعمل اعادة ضبط لمحور ال HPA ونقلل الكورتيزول المزمن من خلال شوية تغييرات بسيطة كده في اليوم. هتفرق قوي. ليه؟ لان الكورتيزول المزمن احنا قلنا مزمن لانه علشان كده محتاج وقت اطول علشان يتضبط. ف مدة 21 يوم كافية. عايزة تعمليها 90 يوم حلوة قوي. فهنقسمها ل 3 أعمدة. العمود الأولاني اللي هو الروتين الصبح، ماشي، والعمود التاني اللي هو في نص اليوم، والعمود التالت قبل النوم. طيب العمود الأولاني هنعمل روتين ضد الكورتيزول. الهدف من هنا ان احنا نعمل إعادة ضبط إيقاع للكورتيزول. احنا قلنا ان الكورتيزول طبيعي بيكون عالي الصبح وقليل بالليل. فاهم حاجه، اهم حاجه ان احنا نصحى في نفس الميعاد كل يوم حتى لو احنا في اجازه.
تختار ميعاد مثلًا الساعة 7:00 نصحى في نفس الميعاد كل يوم لمدة 21 يوم أو 90 يوم على حسب المدة اللي أنتِ حددتيها. بعد كده أول 10 دقايق في اليوم اطلعي برّه، لازم تتعرضي للشمس، حتى لو في غيوم من غير نضارة شمس، مش هنقعد نفتي بقى. ده بيساعد إن هو ينظم الكورتيزول والميلاتونين كمان. بعد كده تاني 10 دقايق إن إحنا هنعمل حركة خفيفة، حركة stretching مثلًا، يوجا، مشي هادي، تنفس عميق، ده أساسي معانا طول اليوم، ماشي. وهنفطر فطار غني بالبروتين، تمام. البروتين بيساعد إن هو يخلي سكر الدم يستقر، وده بيقلل الكورتيزول. بيض بقى، مكسرات، جبنة، زبادي يوناني، على حسب المناسب لصحتك وعلى حسب المناسب لكل شخص فينا. طيب نيجي بقى العمود التاني اللي هو في نص اليوم، هنعمل فترات راحة. كل 3 أو 4 ساعات هناخد استراحة، هنسميها استراحة عصبية لمدة 10 دقايق. الهدف من هنا إن إحنا نكسر دايرة الكورتيزول المستمرة. طيب الاستراحة أهم حاجة فيها إن إحنا نبعد عن كل الشاشات، موبايل، كمبيوتر، تلفزيون، لاب، أيًا كان. نقعد، ممكن تقعدي في مكان هادي، ممكن تنامي، وأهم حاجة إن إحنا نعمل تمرين تنفس قصير، أو التنفس المتموج اللي إحنا عملناه من شوية. حاجة بقى تجيب أوكسيتوسين، ممكن نحضن حد، ممكن حتى لو هنحضن حيوان عندنا عادي، ما عنديش مشكلة. اسمعي موسيقى هادية، تتفرجي على حاجة أو صور حد بتحبيه. أهم حاجة هتعملي منبه على موبايلك كل 3 أو 4 ساعات علشان ما تنسيش. طيب آخر حاجة بقى، العمود التالت، اللي هو إيه، طول اليوم، ماشي. خلينا نعمل العمود الرابع الأول، معلش، اللي هو الروتين بالليل. طيب قبل النوم ب45 دقيقة أو بساعة، عايزين نقلل الكورتيزول خالص علشان نعرف ننام نوم عميق. فاحنا قلنا ساعة قبل النوم هنطفي كل الشاشات خالص. هنعمل حمام دافي لمدة ربع ساعة، لأن المية الدافية بتساعد إن العضلات تسترخي. هنحط ملح لو متاح عادي، لأن في مغنيسيوم بيهدي الجهاز العصبي. ونعمل تمرين اسمه legs up the wall. يعني ايه؟ هتنامي على ظهرك كده، تعملي الزاوية 90، يعني هترفعي رجليكي على الحيطة وتنامي على ظهرك. أقرب حيطة جنبك نامي على ظهرك وارفعي رجليكي فوق لمدة مثلا 10 دقايق، هتسترخي تماما. ده تمرين يوجا بيهدي الجهاز العصبي وبيساعد أكتر إنك تدخلي في النوم. هنعمل قراية، تمام، أو إن إحنا نسمع حاجة إحنا في ال45 أو الساعة اللي قبل النوم. نقرا كتاب بقى، مش من شاشة، من ورق، كتاب ورقي عادي، نسمع بودكاست، كتاب مسموع، رؤية، أي حاجة خفيفة. أهم حاجة ما تكونش أكشن، ما تكونش مثيرة، ما تشغلكيش مخك وأنت نايمة. عايزة تشغلي بخور، حلو قوي، أنا بعمل كده. الأوضة هنخليها ضلمة خالص خالص خالص. لو مش عارفة إنك تعملي كده، ممكن تستخدمي نوامة، مهم أوي. حطيها في التلاجة 10 دقايق قبل ما تنامي، حطيها على عينيكي، استرخاء رهيب رهيب رهيب، ماشي، وهدوء. لو الدنيا دوشة عندك حطي سدادات ودان. طيب خلال اليوم بقى نعمل ايه حبيبة؟ خلال اليوم عايزين نقلل او نمنع الحاجات اللي بترفع الكورتيزول. الكافيين هنخليه يعني كوباية واحدة الصبح، ويفضل قبل الساعة 10 الصبح. بعد كده بدلي حاجات بدون كافيين، شاي اخضر، اعشاب، مية، ايا كان. لو لقيته بقى بديل كويس في النقطة دي بالذات، يا ريت تقولوا لي، لان انا جربت كل حاجة مش لاقي اي حاجة بديلة للكافيين بصراحة. طيب الحاجات اللي لازم نقللها بقى ونمنعها، السكر والاكل المصنع، علشان السكر بيرفع الكورتيزول بشكل كبير جدا. فهنحاول نقلل الحلويات، نقلل المشروبات الغازية، المشروبات اللي فيها سكر كتير، الأكل السريع. هنبدلها بفاكهة، نبدلها بخضار، نبدلها بمكسرات، على حسب. وما تفتيش في المكسرات لأن هي سعرات عالية أصلا. طيب الأخبار والسوشيال ميديا، محتوى السلبي أو الأخبار الصادمة اللي بترفع الكورتيزول، يا ريت نبعد عنها، ملهاش لازمة. مش هتستفيدي أي حاجة لما ترفعي كورتيزولك على أخبار ملهاش لازمة. 30 دقيقة بس في اليوم، ممكن الصبح، وما يكونش أول حاجة تصحي عليها هي التليفون، ولا آخر حاجة قبل النوم. مهمة قوي جدا 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 والله العظيم. عايزة أقول لكم لما بفتح السوشيال ميديا بكتئب، والله العظيم بدخل في حالة اكتئاب لوحدي. طيب لو في علاقة أو موقف بيتكرر
أو بيخلق عندك توتر، حاولي يا إما تحطي حدود يا إما تبعدي. طيب آخر حاجة خالص، هنعمل تتبع، إن إحنا كل أسبوع نعمل تقييم، مثلا أول 4 أسابيع أو أول 3 أسابيع هنشوف المؤشرات اللي هي بتاعت جودة النوم، هنقيمها 1 من 10، مستوى الطاقة من 1 ل10، القلق اليومي من 1 ل10، الأعراض الجسدية والقدرة على التركيز. احنا عايزين نلاحظ التحسن، حتى لو زاد درجة بس واحدة كل أسبوع أنا ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة خالص خالص خالص. كان فاضل تمرينين بس حسيت إن أنا طولت عليكم، لو عايزين نعملهم حلقة منفصلة قولوا في الكومنت. بس أهم حاجة الصبر، أهم حاجة الصبر. التغيرات بالذات في نظام الهرمونات بتاخد وقت، ممكن من 4 ل6 أسابيع علشان تحسي بفرق واضح. الاستمرارية عندي أهم من الكمال، لو يوم فات من غير تمارين هنبدأ تاني عادي، مفيش حاجة اسمها أنا فشلت ومش هعرف أستمر وحوارات من دي. أهم حاجة التمارين دي مكملة للعلاج النفسي مش بديلة عنه، يعني لو الأعراض شديدة لازم تشوفي معالج. وأهم حاجة كل يوم قدرتي فيه تعملي تمرين واحد ده إنجاز، واحتفلي حتى بالتقدم الصغير. كل مرة قدرتي فيها تهدي من جسمك ده تقدم، جسمك بيتعافى، الهرمونات بترجع تتوازن وانتي على الطريق الصح. ف لو الأعراض شديدة ومستمرة أو حاسة إنك مش قادرة تسيطري، اطلبي مساعدة من معالج متخصص لو سمحتي، ده مش عيب، ده مش ضعف، هي شجاعة. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنت وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في حلقة جديدة.